أهم عامل وبالنسبة لصناع المحتوى هو أصعب عامل علشان تبدأ تكسب من اليوتيوب، وهو ال4000 ساعة مشاهدة. طيب ال4000 ساعة مشاهدة دي بتساوي كام دقيقة؟ بتساوي 240 ألف دقيقة مشاهدة. الناس تتفرج عليك 240 ألف دقيقة. طيب ازاي تحققها؟ علشان تعرف تحققها لازم تشوف فيديو النهاردة. قبل ما نبدأ متنساش تضغط لايك واشترك في القناة عشان يوصلك إشعار بالفيديوهات الجديدة. أول طريقة علشان توصل لل4000 ساعة مشاهدة بسهولة، وهي إنك تعمل قوائم تشغيل والفيديوهات اللي فيها تكون مرتبطة ببعض، زي سلسلة كده. أنت عامل قصة مثلا متكونة من الحلقة الأولى والحلقة التانية لحد ما تخلص الحلقات بتاعة القصة دي، وتجمعهم كلهم في قائمة تشغيل، والناس هتبدأ تتفرج على حلقة ورا التانية، وكده بتحقق أكبر عدد من دقايق المشاهدة من مشاهد واحد. يعني لو مشاهد دخل على الفيديو هيظهر له قائمة التشغيل وهيبدأ يقلب فيها، والفيديو اللي هيعجبه هيشوفه. فلازم تهتم بقائمة التشغيل وتحط فيها فيديوهات مرتبطة ببعض. والتاني عامل وهو إنك تهتم بالعنوان والصورة المصغرة. العنوان هو أول حاجة المشاهد بيشوفها بعد الصورة المصغرة، فلازم تهتم بالصورة المصغرة تكون جذابة وبسيطة وفيها عنصر الكليك بيت. وطبعا هعمل لكم فيديوهات عن كل الكلام ده قدام، فمتنساش تشترك في القناة عشان يوصلك شعار لما الفيديو ينزل. فكل ما اهتميت بالعنوان والصورة المصغرة عدد النقرات على الفيديو هيزيد والمشاهدات هتزيد. ويجي بعد كده للعامل اللي بعديه اللي هيخليك تحقق أكبر عدد من ساعات المشاهدة، وهو الستوري تيلينج او السرد القصصي. ازاي تخلي المشاهد يقعد في الفيديو اطول فترة ممكنة بدون ما يمل علشان تقدر تجمع منه اكبر عدد من الدقايق. طيب ده يتم ازاي؟ اولا بتبدأ الفيديو بهوك قوي يخليه يكمل الفيديو للنهاية وتديه سبب يخليه يشوف الفيديو. وبعد كده نيجي لعامل السرد القصصي، هو انك تهتم بطريقة سرد كويسة، سواء هتقدم الفيديو في صورة قصة، وده من افضل انواع السرد. لو عايزين اعمل لكم فيديو ازاي تعمل السرد ده اكتبولي في الكومنتات وهعمل لكم فيديو. وبرده في عامل مهم جدا علشان تخليه يكمل الفيديو، انك تبدأ الفيديو بسؤال. العقل البشري هيخليه يكمل الفيديو، انا عايز اعرف ايه هي اجابة السؤال ده. وبس كده لو طبقت الكلام ده هتقدر تحقق ال4000 ساعة مشاهدة بسهولة جدا. ما تنساش عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة عشان يوصلك شعار بالفيديوهات الجديدة.